ركز معايا في الفيديو ده عشان الفيديو ده مهم جدا. هقول لك 3 مشاهد لجمهور نادي الزمالك بتوضح قد ايه هو بيتجامل في مصر. المشهد الاولاني مباراه الزمالك والاسماعيلي والسباب المتبادل، اللي شفناه ما بين الجمهورين، ومفيش اي عقاب صدر من رابطه الانديه. احمد دياب اللي عاقب جمهور النادي الاهلي بالايقاف مباراتين علشان قام بالسباب، هو نفسه احمد دياب اللي رفض يعاقب جمهور الناديين الزمالك والاسماعيلي. هو نفسه احمد دياب اللي كان اعلن من الجوله 27 هيتم معاقبه الجماهير بالحرمان من الحضور المباريات لنهايه الموسم لو قامت بالسباب، وده ما حصلش مع نادي الزمالك وحضر مباراه اسوان عادي. المشهد الثاني اثناء دخول حافله نادي الترجي للتدريب الرئيسي في استاد القاهره امبارح، جمهور الزمالك اللي كان حاضر مباراه اسوان تعدى بالضرب على حافله الترجي. المشهد الثالث نهائي كاس الكؤوس الافريقيه لكره اليد ما بين النادي الاهلي والزمالك اللي كسبها نادي الزمالك في صاله النادي الاهلي، جمهور الزمالك قام بالسباب بعد المباراه اثناء توزيع الميداليات ومفيش اي عقاب على الجمهور. من امن العقاب اساء الادب، وده نتيجه طبيعيه لمجامله المسؤولين عن الكره المصريه لجمهور نادي الزمالك.